عبر مهدي بن عبيد الحارس الثالث للمنتخب المغربي عن ارتياحه للطريقة التي بدأ بها الأسود المنافسة في نهائيات كأس إفريقيا بفوز مقنع على منتخب تنزانيا الأربعاء الماضي لحساب الجولة من دور المجموعات، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن الفريق الوطني من مناقشة باقي المباريات بثقة وأريحية. وقال بن عبيد في الندوة الصحفية التي حضر فيها إلى جانب الناخب الوطني وليد الركراكي قبل قليل إن المجموعة طوت صفحة الفوز على المنتخب التنزاني نهائيا، مشيرا إلى أن التركيز حاليا منصب على التحضيرات لمباراة الغد أمام الكونغو الديمقراطية من أجل تحقيق فوز ثان على التوالي. وفي رده على سؤال هوسبورت عن مدى أهمية تواجده في هذه المرحلة من مشواره مع المنتخب المغربي إلى جانب حارسين من قيمة ياسين بونو ومنير المحمدي